جلالة الامبراطور المعظم. ايه اللي وراك؟ كل خير يا مولاي. انا تفقدت احوال المملكة بنفسي، والاضطرابات اللي كانت موجودة خلاص ما عادلهاش وجود يا مولاي. ونشكر الالهة ان الشعب كله وافق على الضريبة الجديدة بدون تذمر او اعتراض. اسمع يا مستشار الكآبة، انا النهاردة مش فايق للكلام في السياسة ولا في احوال الشعب. طب واجتماع التجار يا مولاي؟ يتلغي، يتأجل، الغي اي اجتماعات. انا عايز ابقى لوحدي في هدوء. بس انا ما يرضنيش اشوف جلالتك حزين واقف ساكت. لو في ايدك حاجة اعملها يا مستشار الكآبة. جرابي عمره ما يخلى يا مولاي، بس جلالتك تؤمر. انا خايف اكون بتجاوز حدودي لو سألتك عن سبب حزنك. انا حاسس بملل، حياتي ما فيهاش جديد. الانسان محتاج للي يحرك احاسيسه ومشاعره. زوجتك الكريمة الكسندرا تقدر تقوم بالمهمة دي؟ الحياة الزوجية لما يسيطر عليها شبح العادة والتكرار تتحول الحياة لملل ما فيهاش جديد. كل زوجة من زوجات جلالتك لها طابع مختلف. ما يفرقوش عن بعض. شايف الجمال، شايف اصابع الفنان بتعمل ايه. رخام هي فعلا حلوة جميلة، بس يا خسارة ما فيهاش روح. او انا حياتي كلها زي التمثال ده ما فيهوش روح. تعرف انا ينقصني ايه؟ اؤمر اؤمر وانا البي. انا ناقصني السعادة. السعادة في الجمال. انا عايز فتاة جميلة، مش مجرد زوجة للامبراطور. لا، انا محتاج للحب، محتاج للجمال الحي اللي يحرك الاحاسيس والمشاعر. اجمل فتيات المملكة تحت امرك يا مولاي. لا افهمني، انا مش عايز فتاة جميلة وبس. الفتاة اللي بتمناها لازم يكون جمالها فوق الوصف. انا جات لي فكرة هايلة. افكار جلالتك اوامر تنفذ في الحال. انا عايزك تدعو امهر الرسامين وخليهم يطوفوا كل انحاء المملكة ويرسموا اي فتاة جميلة يصفوها، ولما اشوف اللوحات هقدر اختار اجمل ما فيهم. وقتها هكون متأكد ان اللوحة الجميلة اللي انا اخترتها هتدب فيها الروح وتتحول الى ملكة متوجة.
أعنا يا الله مخلصنا لكي ننجو بمعونتك من فخاخ العدو المنسوبة لنا. احفظ لنا يا رب تلك النعم الروحية التي وهبتنا أنت إياها، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ربنا يقبل صلواتكم. قادر الرب يقبل صلواتنا ويرشدنا لطريق الخير. أمنا أغاثي كانت عايزاكي تقدميها في المكتب. شكرا لمحبتك، هروح لها حالا. أمنا أرابسينا، أنا ملاحظة إنك بتيجي على نفسك زيادة عن اللزوم. الإنسانة اللي بتسهر طول الليل تصلي وطول النهار بتشتغل زيك لازم تاكل عشان تقدر تقف على رجليها. لكن أنا ما بحسش بأي رغبة في الأكل. أرجوك يا أمي اعفيني من وجبة العشاء، كفاية عليا وجبة واحدة بس في اليوم. الكتاب بيقول لا ترتقي فوق ما ينبغي، ما تقسيش على نفسك. الاعتدال مطلوب في الصلاة والصوم، وما تنسيش انك دايما عايشة على البخول والمية. إرشادك ليا يا أمي بينور لي طريق الإيمان. الرب قادر يرشدنا كلنا لطريق الملكوت. ده صليب القديس يعقوب الرسول، ده عبارة عن جزء من صليب يسوع المسيح. أخدته من أسرتك قبل دخولك الدير على طول، حافظت عليه سنين وكان دايما مصدر بركة وحماية للدير. أظن جه الوقت اللي ردلك فيه الأمانة. ليا أنا؟ صليب الرب يسوع ليا أنا؟ لكن أنا مين عشان أحط خشبة الصليب المقدس حوالين رقبتي؟ أنت أمة العذراء مريم، يحفظك الرب من عدو الخير. انا اخترتكم عشان عارف ان انتوا امهر رسامين في المملكة، وزي ما انتوا عارفين محدش بيقدر الجمال زي الفنان. عشان كده عايزكم تلفوا المملكة بطولها وعرضها، واي حد فيكم عينه تقع على بنت حلوة جميلة يرسمها في الحال. الامبراطور بجلالته في انتظار لوحاتكم. الموضوع ده عايزه يخلص بسرعة اوام. عارفين الامبراطور ما بيحبش الانتظار. تقدروا تتفضلوا. على اذن جنابك. انتشروا. الامبراطور عنده افكار هايلة هايلة هايلة، بس ما بتجيبش نتيجة. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هناك عيني حبيبي إلى أيدي مانيهم، وكعيني الأمة إلى يدي سيدي.
12 سله و24 واقع و36 ازازه عطر. بس بنتنا اربسيمه تشد حيلها شويه لحسن الكام عقد اللي عملتهم اتخطفوا في السوق. أرابسيمة بتعمل اللي عليها، وربنا دايما بيبارك في عمايل ايديها. المهم انت تشدي حيلك معانا، وفلوس الحاجات اللي بتتباع توصلنا اول باول. انت عارفه احتياجات الدير. وهو انا اقدر اتاخر؟ ايش بطالة حلوة، بس حلاوتها ما تشدش. حرام عليك، معقولة؟ عايز تودينا بداية؟ معقولة الامبراطور يتجوز واحدة مناخيرها بالطريقة دي؟ يخلق من الشبه 40. حلوة جميلة، فيها حاجة مش غريبة عليا. هي فيها حول بس مش ملحوظ. لا ملحوظ. اللي انتوا مش قادرين تفهموه ان الامبراطور مش هيقتنع باي واحدة جميلة والسلام، لانه ضيع عمره يتعبد في محراب الجمال. بمعنى اللي هيتحرك لها قلبه لازم تكون على درجة كبيرة جدا جدا من الجمال المبهر، تخطف له عينيه بمجرد ما يشوفها. مش جايب لي واحدة عينيها مخطوفة؟ لو سمحت لي يا معالي المستشار. ها عايز تقول ايه؟ انا شايف اننا مش محتاجين نلف المملكة وندور على اجمل الجميلات، لان مكانهم معروف. مش فاهم قصدك. دير الرهبات معروف لكل اهل المدينة ان المكان ده بيعيش فيه اجمل الفتيات العذارى، وانا متأكد اننا هنلاقي طلب الامبراطور المعظم جوه الدير. تفتكر؟ حياة الزهد والتعبد بتزيدهم جمال على جمالهم. للدرجة دي؟ الدير في المدينة، ومعاليك ممكن تتأكد من كلامي بنفسك. فكرة مش بطالة، انا هاجي معاكم بنفسي. عارف لو كلامك طلع مظبوط ولقينا اللي بندور عليه، ليك مكافأة كبيرة قوي. انا يكفيني رضا معاليك عليا. مين المسؤول هنا؟ تقدر تتكلم معايا. المسألة مش محتاجة كلام، احنا مش هناخد من وقتكم كتير، ساعة ولا 2 والرجالة يخلصوا مهمتهم ونمشي. مهمة ايه اللي جايين تقوموا بيها هنا؟ احنا ملناش اي علاقة بالحياة خارج الدير. مفهوم. الحكاية ببساطة ان الرسامين هيرسموا بعض اللوحات لبعض الفتيات، يعني مش مطلوب منهم غير انهم يقفوا في هدوء لحد الفنانين اللي معايا ما يعملوا مهمتهم ونروح طوال. يرسموهم يعني ايه؟ اللي بتقوله ده غريب. احنا عايشين انا هنا. بنفذ اوامر الامبراطور، وانت عارفه يا امي بقى الامبراطور دقلديانوس اذا كان سمح لكم بالاقامه هنا، فممكن بقى جلالته يتنازل عن السماحه دي ويتعامل معاكم بطريقه تانية. انتشروا.
قلتليش رأيك يا مولاي. ممكن المملكة يكون فيها جمال بالروعة دي؟ انت متأكد ان الرسام رسم بنت من المملكة ولا رسم فينوس آلهة الجمال؟ واسمها أرابسيما. وعلى فكرة يا مولاي اصلها ينحدر من سلالة الامبراطور اغسطس قيصر، ورئيسة الدير هي اللي اشرفت على تربيتها. انت عايز تفهمني ان في جمال بالروعة دي ممكن في لحظة يتجسد لإنسانة من لحم ودم؟ افهم من كده يا مولاي انك لقيت اللي بتدور عليه. لقيته. أول مرة أكتشف إن الحقيقة أجمل من الخيال. أنا حددت ميعاد العرس بعد أسبوع. ادعي كل الأمراء والملوك للحفل. قرار صائب يا مولاي. اجمل فتاة في المملكة لازم تكون زوجة لاجمل فتاة في لاعظم امبراطور. لكن ده مستحيل. مستحيل. انا وهبت نفسي للرب، وهبت نفسي للبتولية. ساعديني يا امي، انا لازم اقدم نفسي للمسيح طاهرة ونقية. مستحيل اخلي حد يدنس بتوليتي. اطمني اطمني وخلي توكلك على الرب، وما تنسيش ان الرب بيقول يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق انقذه وامجده. الامبراطور حدد ميعاد العرس، هيجوا ياخدوني بالقوة. لازم نلقى حل، الوقت بيجري بسرعة. انا بعت لابونا عشان يجي يشاركنا في القرار اللي هناخده. الوزير ادانا مهلة عبال ما تجهزي نفسك فيه وياخدوكي. في خلال المهلة دي يكون ربنا فتح لنا طريق للنجاة. المهم دلوقتي نصلي عشان ربنا يمرر علينا التجربة في خير وسلام. سامحني يا رب واغفرلي. بلحظة نسيت انك معايا وتراعني. نسيت كلامك لما قلت ثبتوا فيا وثبت كلامي فيكم، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يا رب كنت أبكي في الظلام، هيئ لي أنت طريق النور. كنت أشعر بالإعياء، أعطني أنت القوة. حينما أفقد قوتي امنحني أنت الشدة، فأنت ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. الموضوع ما عادش متعلق بأمنا أربسيمة لوحدها، لا، القضية أصبحت قضية دير الراهبات بكل اللي فيه. إذا كان عليا أنا مستعدة للتجربة مهما كان رد فعل الإمبراطور، أكيد الرب يسوع هيقويني عشان أتحمل. رفضك الجواز من الإمبراطور يا بنتي هيخليه يخرج عن شعوره، وانتقامه مش هيكون منصب عليكي لوحدك. أكيد هيفكر ينتقم من كل راهبة في المدينة. هيشوف في صورة كل فتاة مسيحية أرسيمة اللي رفضته. هو ده اللي معذبني، إني أكون السبب في عذاب إخواتي. هما ملهمش أي ذنب. وانتي كان ايه الذنب اللي عملتيه؟ اللي حصل معاكي كان ممكن يحصل مع أي واحدة في الدير. ما تحمليش نفسك أكتر من طاقتها. المهم دلوقتي نفكر هنعمل إيه؟ متى طردوكم من هذه المدينة فهربوا إلى أخرى. إذا كنت بتفكري في الرحيل يبقى لازم يكون في أسرع وقت. بس المهم هنروح فين؟ نركب في أي سفينة على مصر، ومن هناك نروح على فلسطين مهدي يسوع المسيح. أنا معاكي في الرأي ده، وبعد ما نوصل فلسطين وناخد بركة الأماكن المقدسة أكيد الرب هيدلنا على طريق الخير. يعز علينا فراقك يا ابونا. ومين قال إن أنا هفارقكم؟ أنا جاي معاكم، وإذا كان الرب تعطف عليكم وسمح لكم إنكم تشيلوا صليبه ادوني الفرصة إن أنا أشيله معاكم. رحلتنا صعبة وطويلة، يقوينا الرب عليها. أنا هروح أشوف وسيلة للسفر بعيد عن عيون الإمبراطور وأعوانه، وإذا أراد الرب وفقني هرجع لكم قبل الفجر.
ادينا يا رب القوة وعنا على جهادنا للنهاية. ما تسمحش يا رب العدو الخير انه يقرب من قطيع رعيتك. ادي حياتنا امامك بنسلمها بكل امانة. مهما حصل يا رب عشانك هنتحمل كل مهانة. مهما هنهرب أو نتغرب أو علشان اسمك نتهان، مش راح نبعد عنك أبدا، ما انت معانا في كل مكان. مهما هنهرب أو نتغرب أو علشان اسمك نتهان، مش راح نبعد عنك أبدا، ما انت معانا في كل مكان. هتكون أيوة سنين الغربة وإن كان فيها غش وهموم، وإن قابلتنا تجارب صعبة راح نتمسك بيك يا يسوع. هتكون أيوة سنين الغربة وإن كان فيها غش أو هموم، وإن قابلتنا تجارب صعبة راح نتمسك بيك يا يسوع. مهما هنهرب أو نتغرب أو علشان اسمك نتهان، مش راح نبعد عنك أبدا، ما انت معانا في كل مكان. مهما هنهرب أو نتغرب أو علشان اسمك نتهان، مش راح نبعد عنك أبدا، ما انت معانا في كل مكان. المكان ما فيهوش حد. يعني ايه مش فاهم؟ احنا دورنا في كل مكان ما لقيناش حد. هربت يعني ايه؟ هربت ازاي؟ هربت ليه؟ اكيد اتجننت يا مولاي. يعني بترفض الجواز من الامبراطور؟ بترفض الجواز مني؟ قلبوا عليها روما، بيت بيت وشارع شارع. انا هعرف ازاي ادفعها التمن غالي. وللاسف يا مولاي احنا دورنا عليها في كل شبر في المدينة، بس من الواضح انها سابت المدينة كلها وهربت. هربت من المدينة؟ وانت كنت فين وجيودك كانوا فين؟ اسمع، تجيب لي كل الراهبات اللي في الدير وتجيب لي الرئيسة بتاعتهم، وانا مش هيهدالي بال لما اشوفهم متعلقين قدامي. اهو للاسف يا مولاي. اسف تاني؟ هم اسفين، الاسف الاولاني هروبها هي، والتاني هروبهم هم. بعد التحري والتقصي عرفت من مصادر موثوق منها انهم في الفجر خدوا سفينة وسابوا المدينة كلها وهربوا كلهم. وطبعا تعبت كتير لغاية ما وصلت للمعلومات العظيمة دي. الشيء اللي انا مش قادر افهمه، ازاي انا صابر عليك لحد دلوقتي. اوعدك يا مولاي اني الاقي اجمل منها وافضل منها واحلى منها. هلف في كل المدينة شارع شارع. مش عايز اسمع صوتك. كل بنات المملكة كوم، والبنت دي كوم تاني. الحكاية ما بقتش واحدة جميلة عايزة اتجوزها، صحت فيها رغبة الانتقام ولازم احققها.
البنت دي لازم تبقى بتاعتي، تبقى ملكي. اسمع كلامي وافهمه كويس. انا عايزك تعرف لي خط سرهم خطوة بخطوة. ابعت رجالتك وراهم يدوروا عليهم في كل مدينة وكل ميناء، واول ما يلاقوهم تديني خبر في الحال. ابعد عن وشي. صدقني يا أبانا، احنا حسينا بالأمان من لحظة ما دخلنا أورشليم. مهد الرب يسوع مكان مبارك تستجاب فيه الدعوات، واحنا بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكم ومستعدين نخوض معاكم التجربة. للأسف مش هنقدر نقعد هنا كتير، لأن عيون الملك ورانا وأكيد هيعرفوا مكاننا. عشان كده لازم نسيب أورشليم في أقرب وقت. أنا عاوزكم الحقيقة إنكم كلكم ترفعوا قلوبكم لربنا، وما تنسوش قول الكتاب: الصديقون صرخوا والرب استجاب ليهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. احنا لما وصلنا اسكندريه كان عندي احساس ان جنود الامبراطور هيقبضوا علينا واحنا هناك، وطينا خرجنا منها بسلام ووصلنا اورشليم. صدقيني انا كنت خايفه زيك بالظبط، لكن لما جينا هنا وزرنا الاماكن اللي عاش فيها الرب يسوع قد ايه حسيت بالطمانينه والامان. بس الام اغاثي بتقول ان احنا لازم نسيب اورشليم. احنا بقالنا هنا 3 اسابيع، مش بعيد يكون الامبراطور عارف مكاننا. يبقى نسلم امرنا لربنا واكيد هو هيدلنا على الطريق. دي بشرة خير. شفتيها يا امي وكلمتك؟ وكانت لابسه ايه؟ وكلمتك عننا؟ طب قالت لك ايه؟ شفتها وكلمتني، وكان صوتها في وداني زي ترنيمة ملائكية أول مرة بسمعها، ونظرتها تدي إحساس بالطمأنينة والراحة، وقالت لي إن الرب راعي وأبدا ما يسيبش قطيعه للذئاب، وطلبت مني روح أديسة. أديسة اللي فيها المنديل اللي مسحت بيه فيرونيكا وجه السيد المسيح؟ بالظبط. هناخد بركة المنديل، ومن هناك هنسافر لجبال أرارات في أرمينيا، المكان اللي كرس فيه القديس تيتس الرسول. أنا كنت متأكد إن الرب هيبعت لنا رسالة يطمنا، لكن ما تخيلتش أبدا إن الرسالة دي هتكون على إيد أم النور العذراء مريم. احنا بإذن المسيح مع أول نور لفجر يوم جديد هنكمل رحلتنا. انا اعتقدت في وقت من الاوقات ان الحرية اللي بتمتع بيها الوالي في ادارة شؤون ولايته ده ممكن يعود على المملكة كلها بالخير، لكن يظهر ان انا كنت غلطان. مملكة لازم يكون لها نظام عام، واكون انا متحكم في النظام ده. يسمح لي مولاي اقول رأيي؟ جاليريوس، انت عارف اللي انا بحترم رأيك. انت مش بس جوز بنتي اللي انا بعتز بمصاهرته، انت عارف انك دراعي اليمين،
اللي بعتمد عليه في إدارة شؤون المملكة. وده يشجعني يا مولاي أقول إن محاولة تغيير نظام الحكم الداخلي للمملكة أمر في غاية الخطورة، لكن في خطر أكبر من كده بكتير قوي يا مولاي. خطر؟ خطر إيه؟ المسيحيين أتباع المسيح اللي بدأوا ينتشروا في كل شبر في المملكة. مش كده وبس يا مولاي، لا، ده عددهم بيزيد يوم بعد يوم بمعدل خطير جدا. في دي عندك حق. أنا عارف إن أنا كنت متسامح معاهم أكتر من اللازم لما قبلت بوجودهم في المملكة، وكانت النتيجة إنهم بيمثلوا دولة داخل الدولة. أعتقد يا مولاي إننا لو سيبناهم أكتر من كده هيسببوا لنا متاعب ومشاكل إحنا في غنى عنها. أنا عارف إن القضاء عليهم أصبح ضرورة، لكن عارف يا مولاي الملكة ألكسندر زوجتك متعاطفة معاهم، لكن مصلحة الملك فوق كل اعتبار. لا لا، تعاطف الملكة معاهم مش هيمنعني من القضاء عليهم. أنا بفكر فيه هو درجة الإيمان اللي بيتمتعوا بيها. شفت منهم مستعدة تتنازل عن ملك الدنيا في سبيل إيمانها. والمريض بالإيمان علاجه الوحيد الموت. أنا خلاص مش قادرة، أنا حاسة إنه هيغمى عليا. اتحملي يا بنتي، ما عادش فاضل كتير، واي مدينة تقابلنا هندخل ونستريح فيها. يا بونا يا بونا، المكان ده كله جبال ومش باين في أي بلد قريبة. شدي حيلك امال، انت عارفة ان اي صعاب تقابلنا هتكون ارحم من الوقوع في ايد الامبراطور ورجالته. ايوه يا امنا اغاثي، بس ما تنسيش ان احنا بقالنا اكتر من اسبوع ماشيين وسط الجبال، وانا خلاص هموت من العطش، مش قادرة استحمل. يا بنتي الرب قادر يفتح لنا طريق النجاة، يلا وربنا معانا. أنا حاسة إن اللي احنا فيه ده اختبار حقيقي لقوة إيماننا، وعندي أمل إننا ننجح في الاختبار ده. كملوا انتوا، سيبوني هنا، مستحيل، احنا قبلنا نمشي الطريق سوا وهنكمله مع بعض. شايفة المكان اللي هناك ده؟ انا بقول نقضي الليلة دي فيه. النهار لسه طويل، ولو مشينا شوية ممكن نوصل لأي بلد. انا شايف ان بناتك تعبانين ومش قادرين، ومن الافضل اننا نستريح هنا شوية. اللي تشوفه يا بونا. انا عارفة انكم تعبانين وان الرحلة صعب، لكن صدقوني الرب اللي ساعدنا لغاية دلوقتي مستحيل هيتخلى عنا. هو الاكل اللي معانا يكفينا كام يوم؟ مش اكتر من 3 ايام. الاكل مقدور عليه، بناتك متعودين على الصيام، لكن العطش صعب ومش هيقدروا يتحملوا اكتر من كده. امنا اغاثي، يا امنا اغاثي، في ناس عايشة هناك. اهم هناك.
واضح انهم عايشين هنا، يبقى اكيد عندهم ميه. انا اقدر انزل لهم واطلب منهم شويه ميه. استني يا بنتي، الناس دول شكلهم مرضى ومرضهم خطير، عشان كده طردوهم بره المدينة عشان ما يعدوش حد. تقصد يا ابونا مرض الجذام؟ مرض الجذام او مرض البرص، الامراض دي اصبحت منتشرة بين المدن وعلاجها اصبح ضرب من الخيال. يعني ما اقدرش انزل لهم؟ لا يا بنتي، خليكي بعيد. الناس دول مرضى ومرضهم خطير، ممكن يعدوا اي حد. ربنا يبعدنا عنهم، ربنا قادر يفتح لنا طريق تاني. حاولي تتكلمي معاهم وتقويهم، وانا هروح ابص على المكان، لان الناس دول مدام هنا اكيد في مدينة قريبة مننا. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. قوموا بينا نصلي مع أمنا أراكسين. انظر واستجب لي يا ربي وإلهي، أنر عيني لئلا أنام نوم الموت، لئلا يقول عدوي إني قد قويت عليه. الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زللت. يبتهج قلبي بخلاصك، وسبح الرب المحسن إلي، وأرتل لاسم الرب العالي. هللويا. بين الصخور اتفجرت ينابيع بتنبض في الحياة، وقلوب كتير استغربت من قوة الصوم والصلاة، يلي بتروي العطشانين وتطيب القلب الحزين. قلبك على ولادك حنون حاسس بكل المحتاجين يا يسوع. ماؤك يا ربي للعطشان، ودماؤك يا يسوع رمز الفداء. لم يعطشوا في القفار التي صيرهم فيها، أجرى لهم من الصخر ماء، وشق الصخر ففاضت المياه. كل فتيات المملكة تتمنى تراب رجليك يا مولاي. انت مش فاهم حاجة. اذا كنت فاكر ان انا واقع في هواها وان حبات طول الليل افكر فيها، تبقى ما عرفتش لحد دلوقتي مين هو امبراطور البلاد. فهمني عشان تريحني يا مولاي. دي مجرد واحدة من الرعية خرجت عن طوعي، انسانة وقفت قدام تحقيق رغبة من رغبات الامبراطور.
يعني يا مولاي لو قبضنا عليها وجبناها هنا تتجوزها؟ لما ينقبض عليها هخليها عبرة لكل واحدة تفكر انها تتحدى رغبة ملكية. انا كل اللي يهمني دلوقتي انها تاخد جزائها هي وكل اللي ساعدوها على الهرب. اطمن يا مولاي، اطمن، رجالتي وراهم وكلها يوم ولا 2 واعرف مكانهم فين. دي فرصتك الاخيرة، واظن انت عارف لو فشلت ايه اللي هيحصل لك. عارف يا مولاي، عارف ايه اللي هيحصل لي، بس مش عارف مكانهم فين. عامله ايه النهارده امنا كياني؟ نشكر ربنا احسن كتير الحمد لله. اتفضلي، دي حصتك النهارده من الاكل. معلش عفيني، اصل انا صايمه. لا ما ينفعش، انت تعبانه من امبارح ولازم تاكلي كويس عشان ربنا يقدرك وتقومي. ام نجمنا فين؟ من اول ما طلع النهار راح يدور على مدينه قريبه. اقوم انا. ابونا اهو هناك اهو وصل. نعم يا ابونا. سلام والنعمة يا أمنا سيودورا. قدسك اتأخرت علينا يا ابونا. بس نشكر ربنا التأخير جه بفايدة. دي البلد طلعت قريبة من هنا، بس المهم دلوقتي إننا نجهز بسرعة ونتحرك عشان ندخل البلد قبل الليل ما يدخل. أمال فين أمنا أغاسي وأمنا أرابسيما؟ هما لسه نايمين ولا إيه؟ لا هما صحيوا من بدري بس إيه؟ في إيه؟ اصلهم راحوا عند المرضى. المرضى؟ بس ده خطر عليهم، دول ناس مرضهم معدي. ايه اللي وداهم هناك؟ هما راحوا عشان يشوفوا اذا كانوا محتاجين حاجه ولا لا. استر يا رب. المرض صابني وصاب مراتي، مرض ملعون ما رحمش حتى عيالي. هي ماتت واحنا طردونا بره المدينة لاجل ما نقابل المصير اللي مفيش منه هروب. يا منى في الجبل مستني الموت، بس يظهر ان الموت هو كمان خايف يقرب مننا. احنا متنا من زمان، من يوم الطاعون ما جانا وخد في سكته كل حاجة حلوة في حياتنا. الموت عمره ما كان موت الجسد، الموت الحقيقي موت الروح. والإنسان اللي قلبه عمران بالإيمان ما يموتش أبدا. رب يسوع بيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يستجيب لكم. قوموا بينا نصلي وارموا حمولكم على ربنا. نصلي؟ تعالوا نطلب من ربنا انه يدخل حياتنا ويكون لنا مخلص ورب. قوموا تعالوا نصلي بإيمان وخشوع عشان ربنا يستجيب لينا ويدخل في حياتنا. أبانا الذي في السماوات. أبانا الذي في السماوات. أبانا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك. ليتقدس اسمك. ليأتي ملكوتك. ليأتي ملكوتك. لتكن مشيئتك. لتكن مشيئتك. لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. أيوة ممكن من بعد أحزان السنين الفرح من تاني يوم
الوسع ملهاش حدود. أيوة صحيح إن الشيطان ضرباته صعبة ومؤلمة، لكن بقوة الإيمان بالقلب معقولة بالزمن. أيوة صحيح إن الشيطان ضرباته صعبة ومؤلمة، لكن بقوة الإيمان بالقلب معقولة بالزمن. أيوة ممكن. فليتمجد اسمك يا رب، لأنك قدوس ومبارك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. آمين. نشكر ربنا اننا قدرنا نلاقي مكان نعيش فيه وبالثمن البسيط ده. صاحبة المزرعة مسيحية، ومن الطبيعي إنها تتعاطف معانا في محنتنا. بس هنعيش ازاي؟ احنا اخر فلوس كانت معانا دفعناها في الايجار. طالما ان المدينة فيها مسيحيين يبقى نطلب مساعدتهم، واكيد مش هيتأخروا. يا ريت، بس انت عارفة ان احنا لازم نفضل متدارين عن العيون. وعلى العموم الرب يقيت الطيور في أوكارها، يعني مش ممكن هينسانا. احنا قطعنا رحلة طويلة وعدينا مصاعب كتيرة، وده حصل لأن إيد الرب دايما كانت معانا وبتعمل في حياتنا. احنا نقدر نعيش هنا زي ما كنا عايشين في الدير، ونعمل أشغال ونبيعها في السوق. شدوا حيلكم انتوا وسيبوا عليا أنا موضوع البيع. وهنفضل هنا لإمتى؟ لغاية ما يأذن الرب بالرحيل. وكويس إن البيت على أطراف المدينة وفي مكان متداري عن العيون. قادر الرب يخرجنا من المحنة دي على خير. أرمينيا، وصلوا أرمينيا. أنت متأكد من المعلومات دي؟ يا مولاي انا متتبع خطواتهم من لحظة خروجهم من فلسطين لغاية وصولهم لأرمينيا، ورسالة من جلالتك للملك ترتاد هيؤمر بالقبض عليهم، وخلال ايام بسيطة هيبقوا قدام جلالتك في انتظار الحكم العادل. لو سمحت لي يا مولاي، انا شايف ان القبض عليهم ورجوعهم المملكة هيخلي الناس تسأل عن سبب هروبهم، والكلام هيكتر ويزيد عن البنت اللي هربت ورفضت الجواز من مولاي الملك الامبراطور. هيقولوا ايه؟ مجنونة؟ لا، هيقولوا انها تحدت رغبة ملكية وفضلت الموت عن الجواز من مولاي الامبراطور. يتقطع لسانه اللي يقول كده، ويكون عبرة لأي حد من الشعب. جلاليوس على حق، انا مش ناقص اضطرابات في المملكة اكتر من اللي احنا فيه. انا اللي يهمني دلوقتي القضاء على الاضطرابات، مش نزودها، خاصة وان قرار جلالتك بتعديل سياسة الامبراطورية الى نظام الحكم المركزي هيحتاج لبعض الوقت عشان الملوك والولاة يتقبلوه. واضح ان موضوع أرابسيما الجميلة جاي في وقت غير مناسب بالمرة. افهم من كده يا مولاي اننا ننسى موضوع الراهبات واللي عملوه؟ لا طبعا، لكن ممكن ملك أرمينيا ينفذ فيهم حكم الإعدام. ورغبتك فيها يا مولاي؟ أرابسيما الجميلة، شؤون الحكم في البلاد احيانا بتفرض على جلالة الملك التنازل عن بعض رغباته في سبيل الحفاظ على عرش الامبراطورية. اكتب رسالة للملك ترتاد. امر مولاي. الى الملك ترتاد ملك أرمينيا. هنقول فيها ايه يا مولاي؟ من القيصر دقلديانوس الى الملك ترتاد ملك أرمينيا
تحيات القيصر لك. وقد أردت أن أتخذ هذه العذراء زوجة، لكنها رفضت وهربت هي ومن معها إلى فلسطين ثم إلى بلادكم، فأرجو أن تبحثوا عنها هي ومن معها، وعندما تجدهن احكم عليهن جميعا بالموت، ولتصحبك معونة الآلهة العظام. إمضاء حضرة القيصر دقلديانوس. العذراء الجميلة رفضت الجواز من الامبراطور. عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ انه محليش في عينيها. ومش كده وبس يا مولاي، ده بيقولوا ان جمالها فوق الوصف، واذا كان فيها يا مولاي جمال بالشكل ده لازم جلالتك تعين بنفسك. يعجبني فيك دهائك يا رئيس الحرس. من بعد ما عندكم يا مولاي. انا بقول نأجل شوية حكاية الاعدام دي. بيني وبينك الكلام عن البنت دي شوقني اشوفها. انا عايزك تجيبها لي هنا في القصر. ها؟ في القصر يا مولاي؟ هنا؟ بس جلالتك عارف ان جلالة الملكة اشخين يا ملكة اشخين كان نفسها تزور اهلها من زمان، واظن الوقت مناسب جدا علشان نحقق لها رغبتها دي. وبعد ما تسافر ممكن تجيب لنا العذراء الجميلة علشان نعاين جمالها. ولو رفضت يا مولاي تجيبها بالاول، ها؟ وبعدين تسيب الموضوع عليا انا اعرف ازاي اتعامل مع النوع ده. تأثير مولاي على النساء لا يقاوم ابدا يا مولاي. وهي البنت من دول تتمنى ايه في الراجل اكتر من الوسام والذكاء يا مولاي والوقار، واهم ما في الراجل يا مولاي الدهاء والاناقه واللباقه. اسمع يا رئيس الحرس. امر مولاي. انا عايزك تقلب عليهم المدينه كلها، واول ما تعرف مكانهم تديني خبر بسرعه. انا عايز الموضوع ده يتم في اسرع وقت ممكن، فاهم؟ ولانه بيحبنا اتألم من اجلنا، تعذب كتير قوي علشان، وطول ما احنا بنعمل الخير يا ولاد هيفضل الرب يسوع دايما معانا، في اي وقت نحتاج له هنلاقيه دايما جنبنا. علشان كده لازم ايه؟ نصلي له ونشكره، ولما نغلط نطلب منه يسامحنا ويهدينا. انا بحب ربنا يسوع قوي، هو كمان بيحبك قوي، بس لازم تسمع كلامه. وهو فين عشان نروح له ونسمع كلامه؟ كلامه مكتوب هنا في الانجيل، انا هقرا وانتوا تسمعوا. مش كفايه كده عليهم؟ الليل قرب يدخل ولازم يروحوا. انا اذا كانوا عليا مش عايزاهم يبعدوا عني ابدا ويفضلوا دايما معايا. واحنا كمان عاوزين نفضل معاك. لازم تروحوا دلوقتي عشان اهاليكم ما يقلقوش عليكم، ونيجي بكره نسمع حكايه ربنا يسوع، وتيجوا بكره تسمعوا حكايه ربنا يسوع. احنا نروح ننام واول ما نصحى هنيجي هنا على طول. وانا كمان هستناك. ستيفاناكس، انا طول عمري بعتبرك عيوني اللي بشوف بيها كل حاجة في المدينة، ودانك اللي بتسمع بيها كل كلمة بتتقال بين الناس. بص يا ستيفاناكس، في مجموعة من الأغراب دخلوا المدينة من كام يوم، بنات من اللي بيقولوا على نفسيهم دول أتباع المصلوب. فتح لي عينيك كويس ودانك،
عايز اعرف عايشين فين وازاي ومين اللي بيساعدهم. عايز اعرف كل حاجة عنهم يا استفاناكس، بس اهم حاجة عندي السرعة في الاداء والسرية التامة. قبل غروب شمس يوم جديد هتكون المعلومات اللي جنابك عايزها بين ايديك. دول هخلص عقود وعلى اخر النهار هكون خلصت عقدين تلاته. ربنا يبارك في عمل ايديكي. امنا مرسى. ايوه امنا اليسا. انت لسه عندك قمح؟ لسه اخر شويه راح اخبزهم دلوقتي. قبل ما اجي جبت لنا القمح يا ماما. جبت لكم قمح وخضار وكل اللي محتاجينه. نشكر ربنا. التاجر اشترى كل العقود واواني الازاز اللي بناتك عملوها. اشتريت اللي اشتريته وادي الباقي. نشكر ربنا. مش كده وبس، ده كمان عرفني على تاجر تاني لما شاف العقود طلب ياخد اي كمية نقدر نعملها. الفلوس دي جت في وقتها. ربنا عالم قد ايه احنا محتاجين لها. انا عيوني منتشرة في ارجاء المدينة ومفيش حد غريب يقدر يدخلها من غير ما اعرف هو حكايته ايه وجاي ليه. يعني عرفت مكانهم؟ بيعملوا اشغال من الازاز وعقود للستات ومعاهم راجل كبير بياخد الشغل ويبيعه في السوق. استفاناكس انا عايز الكلام المفيد. اللي بيشتري الشغل من الراجل ده عرفني عليه باعتباري تاجر كبير مستعد يشتري منه اي كمية. يعني الراجل صدق واطمن لك؟ ها اطمن لي على الاخر. ولما مشي فضلت ماشي وراه لحد ما عرفت هم عايشين فين. ده انا تلميذك وما يتخافش عليا. هايل يا استفاناكس. انا هبعت معاك بعض الجنود يحاوطوا المكان اللي هم فيه، بس زي ما اتفقنا في هدوء وسرية تامة. ها؟ يعني مش هنقبض عليهم؟ استنى مني الاوامر، ولحظة القبض عليهم هكون معاك. ومستني ايه؟ الملكة عشقين خلاص سافرت، وانا في اشتياق لمقابلة الجميلة عربسيمة. اديني الامر يا مولاي وانا عليا الطاعة. انا رايح احضر المباراة النهائية في المصارعة. ما انت عارف ان هيراقليطس داخل المسابقة، وعايز اول ما ارجع الاقي الجميلة عربسيمة هنا في القصر في انتظاري. امر يا مولاي. رئيس الحرس الملكي لمدينة أرمينيا. انا جاي ارحب بيكم في بلادنا وانقل لكم تحية ملك البلاد. واحنا بنشكر الملك على عظيم محبته. احنا عرفنا بالمشكلة اللي حصلت بين بنتكم أربسيما وجلالة الامبراطور دقلديانوس، والملك درداد هيتفضل شخصيا ويحل المشكلة بنفسه. بس جلالته ليه طلب صغير قوي، عايز يقابلها في القصر. اظن ما عندكوش اي مانع. أرابسيما وهبت حياتها للصلاة والتعبد، ويا ريت الملك يسيبنا نعيش في سلام. لا، ده اللي قالوه عنك اقل بكتير من الحقيقة. بس جلالة الملك هيزعل قوي لو عرف انك رفضت تقابليه. اصل دي مسألة كرامة، وكرامة مين بقى؟ الملك شخصيا. يا ريت الملك يقبل اعتذاري. ها؟ كده؟ طيب، ما على الرسول الا البلاغ. انا اسف، الكلام خدني وكنت هنسى اوامر جلالة الملك. اصل الملك قال لي اني احاول اجيبك برغبتك، وقال لي كمان لو رفضتي ان انا اجيبك بالقوه. قبض عليها. تقبضوا عليها ليه؟ محدش قرب عليها. سيبني هنفذ الامر. شلوانو، الملك موجود جوه ولا في حديقة القصر؟ جوه، لكن جلالته طالب ان محدش يزعجه. يظهر ان جلالته حزين جدا بعد اللي حصل في المباراة. قصدك يعني ان هيراقليطس انهزم في المباراة؟ للأسف هو ده اللي حصل، ويا ريت معاليك لو عندك اخبار تدخل السرور داخل قلب جلالته. سروره بس
ده انا عندي اخبار تخلي قلب جلالته يرقص من الفرح. انا مش عارف ازاي سميتك هيراقليطس. اول ما شفتك قلت ان عينيك حاده وفيها ذكاء ما شفتهمش قبل كده، لكن للاسف خيبت ظني فيك وانهزمت من ديك يملكوا احقر واحد في الرعيه. لو موتك ده كان يشفي غليلي كنت ذبحتك بعد المباراه على طول، لكن للاسف ده ما يكفينيش. انا هنتف ريشك ريشه ريشه علشان تكون عبره لكل الديوك اللي زيك. يا ديك مولاي، ها عملت ايه؟ عملت اللي كان لازم اعمله يا مولاي. وهي فين دلوقتي؟ موجوده في الحجره الملكيه زي ما جلالتك امرت. هي صحيح جميله؟ هي جميله بعقل يا مولاي، دي جمالها يخطف العيون والقلوب بمجرد رؤيتها. بس من الظاهر يا مولاي انها من النوع اللي ما بيستسلمش بسهوله. لا اطمن، انا اعرف ازاي اخليها تستسلم وتخضع لرغباتي. الجميله في انتظار جلالتك. انت عملت اللي عليك. بعد اذن مولاي. مولاي، الأميرة خسروا واختصموا وطلب الإذن بالدخول. خليها تدخل. مولاي، خسروا اختي الحبيبه، طلباتك اوامر ملكيه. أنا ليا عتاب عند مولاي، وأظن من حقي كأخت مخلصة إني أقدم النصيحة. واظن من حق الملك انه يقبل النصيحه او يرفضها. اتفضلي اتكلمي. الراهبة اللي جلالتك أمرت يحجزوها في حجرتك. انت شفتيها؟ هي صحيح جميله زي ما بيقولوا؟ يا مولاي، الملكة أشخين مش ممكن هترضى باللي بتعمله. الملكه اشخين خلاص سافرت علشان تزور اهلها. جلالتك اللي أمرت بسفرها عشان تدخل الراهبة حجرة نومها الملكية. بس انا ما قصرتش في اي حق من حقوق الملكه. أنا خايفة عليك من غضب الآلهة. وانا سعيد بخوفك عليا ده، ويا ريت تقدمي بعض القرابين لاله الحب كيوبيد علشان يقف معايا. عن اذنك. ممكن يا ابونا تكتب لنا رسالة؟ رسالة؟ وهتكتبوها لمين؟ لربنا يسوع المسيح. وهتقولوا له فيها ايه؟ نقول له يجي ويجيب معاه فلوس كتير عشان ينقذ الأخت أربسيمة من إيد الملك. اطمنوا، الرسالة وصلت وأكيد ربنا هيسمعها منكم. أختنا أربسيمة وحشتنا أوي، عايزين نشوف. الأخت أربسيمة قالت لنا لو طلبنا أي حاجة من ربنا يسوع مش هيتأخر عنه. ربنا دايما معانا وبيسمع ندانا. يا رب يسوع المسيح، لا تترك هؤلاء الوثنيين ينجسون اسمك القدوس. حققني يا رب رغبتي في أن أسلمك نفسي طاهرة ونقية. يا رب أنت قادر أن تعبر بي هذه التجربة. أنت قادر يا رب أن تحفظ بتوليتي حتى أموت على اسمك القدوس. ياه، رئيس الحرس كان عنده حق. انت اجمل من ان الكلمات توصفك. تعالي قربي مني، ما تخافيش. انسي ان الملك درطاد واعتبريني واحد عاشق للجمال اراد ان يتعبد في محرابك. أرجوك سيبني أخرج من هنا وارجع لحياتي اللي اخترتها. سيبيني انا اختار لك الحياة اللي تتناسب مع جمالك. انت لازم تكوني ملكة، ملكة في مملكة الحسن والجمال. أنت مش فاهم، أنا مملكتي مش هنا، أنا مملكتي فوق عند رب المجد يسوع. انا عارف انك من اتباع الناصري،
لكن ما تخافيش، الوقت لسه قدامك، وقدامك فرصة للرجوع. الفرصة قدامك انت. طريق الإيمان مفتوح لكل إنسان. انت شوية شوية هتطلبي مني اني اكون من اتباع المصلوب. ده شرف يتمناه أي إنسان عاقل. الانسان العاقل ممكن يتجنن لما يشوف الجمال ده بين ايديه من غير ما يقدر يوصل له. لكن على العموم انا مش مستعجل، واكيد لما تعرفي النعيم اللي مستنيكي انا متأكد انك هتغيري رأيك. احفظها يا رب من عدو الخير، نجيها من فخاخ الشيطان، قويها على الصبر والاحتمال. ده عقد من اللولي الحر، مش هيلاقي اجمل ولا احلى من رقبتك علشان يتلف حواليها. ودي اسوره ملهاش شبيه في كل ممالك الارض. طب بص دي، ده من الحرير الطبيعي، وده كله ليكي، وانا وكل اللي في القصر مستعدين لخدمتك. انا بحط كل متع الدنيا بين ايديكي. المتعة دي ملهاش أي قيمة قدام متعة الروح لما تقرب من رب المجد يسوع. انا بقدم لك السعادة، مجرد سراب، والمال والثروة، وهم ضايع، والسلطة والجاه، مجد زايد. انا مش قادر افهم مين اللي حط الافكار دي في دماغك، بس اللي لازم تفهميه كويس ان وجودي على كرسي الملك علمني ازاي امد حبال الصبر لغاية ما اوصل للي انا عاوزه. انا عايزك تحط لي عليها حراسة مشددة واقبض على كل اللي كانوا معاها. انا عايز اعرف مين اللي سمم عليها بالافكار الغريبة دي. اكيد اللي اسمها غاسة يا مولاي هي المسؤولة عنهم، لانها كانت بتعلمهم. انا بقول ننفذ حكم الامبراطور ونعدمهم. بس انا لسه ما يئستش. بكره اقبض عليهم كلهم واحبسهم وهات لي المسؤول عنهم هنا. امر مولاي.
انت يا ربسيمة؟ أيوة. انا الاميرة خسرو اخت الملك درطاد. أهلا سمو الأمير. انا عرفت انك رفضتي الجواز من الامبراطور ديكلوديانوس، وعارفة كمان انك بتفضلي الموت عن الاستسلام لرغبات اخويا الملك درطاد. لكن الشيء الغريب انك مش خايفة من غضب الملك، والاغرب انك ما خفتيش من رد فعل الامبراطور. انت ما بتحسيش بالخوف؟ وقوفه جنبي يمنع عني الخوف، حمايته ليا تحسسني بالأمان. هو مين؟ حبيته وهبته نفسي. وده أمير ولا وزير ولا ملك؟ ملك الملوك، تضحى بنفسه من أجلي، من أجلك، من أجلنا كلنا. اللي هو مين؟ يسوع المسيح، مخلص العالم. مفيش واحدة عاقلة ترفض الثروة والحياة وكل متع الدنيا علشان تمشي ورا كلام أفاق اتصلب زي اللصوص وقطاع الطرق. تسمحي لي أسألك سؤال؟ اسألي. انتي هتموتي؟ طبعا كلنا هنموت. تفتكري في حياة بعد الموت؟ أكيد أكيد في حياة تانية. يا ترى هتقدري تاخدي معاكي الجاه والمال والثروة وكل متع الدنيا للحياة التانية؟ أنا ما فكرتش في الموضوع ده. هو في حد عاقل يفكر في لحظات هيعيشها على الأرض وما يفكرش في الحياة الأبدية اللي هيعيشها بعد الموت؟ بعد إذن جلالة الأميرة، أنا مضطر أحرمك من الحديث معاها لأنهم طالبينها في القاعة الملكية. استنى، أنا جاية معاك. آسف، طالبينها لوحدها. ايه ده؟ مولاي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ في انسان عاقل يعامل سيدة محترمة بالطريقة دي؟ ما هو جلالتك اللي مش عاوز اسمع اعذار. فك الحبل من ايديها الاول وحسابي معاك هيكون عسير. اتفضل. امر مولاي. انا اسف على الطريقة اللي جابوكي بيها هنا. انا كان كل قصدي ان انا ادعوكي للقصر علشان عايز اتكلم معاكي شوية. على العموم انا بقدم اعتذاري. مفيش داعي للاعتذار. انا مش هطول عليكي. الموضوع ببساطة اني معجب ببنتكم ارابسيما، واعجابي ده ممكن يدفعني للارتباط بيها، وطبعا ده حلم بتحلم بيه اي بنت في المملكة. الامبراطور ديقلديانوس سبق وعرض الجواز على ارابسيما ورفضت. بس اللي بيكلمك دلوقتي الملك درطاد مش ديقلديانوس. ارابسيما ما بترفضش الجواز من شخص معين لانها وهبت نفسها وحياتها لاسم الرب. انا متأكد ان ليكي تأثير قوي عليه، وما تنسيش حاجة ان الامبراطور اصدر قرار باعدامكم، لكن لو ساعدتيني ممكن الاقي طريقة للعفو عنه. يا جلالة الملك، انا عاوزة اقول. انا مش عايز اسمع حاجة. خلي كلامك معاها هي، وانا في انتظار القرار النهائي. دخلوا ارابسيما. امر مولاي. انا اسف ان اقول لك ان رفضها معناه الاعدام ليها وليكم كلكم. أمي! سامحيني يا أمي على العذاب اللي أنا سببتهولك. لا ما تبكيش، انا عايزة اشوفك قوية وشجاعة، وافتكري دايما انك عروس الرب يسوع، واللي ساعدنا لغاية دلوقتي هيحافظ علينا للنهاية. انت بتقولي لها ايه؟ بقول لها ما تتنازليش عن محبتك للرب من اجل متعة وقتية ملهاش اي قيمة. انت بكلامك ده هتتسببي في عذابها. العذاب من اجل الرب نايم تتمناه اي مسيحية مؤمنة. انت ازاي تتجرأي وتعلي صوتك وتردي على جلالة الملك؟ تتشجعي يا رسول، اوعي تستسلمي. انت يا امة العذراء مريم. خدوها من هنا، مش عايز اسمع صوتها. اجري جوه، اجري جوه. اوعي تستسلمي، صوت الرب. اوعي تستسلمي، هو ده هيحميكي.
أرجوك اسمع كلامي كويس وافهميه. انت صعبانة عليا. العذاب اللي مستنيكي مش هتقدري تتحمليه. ربنا هيقويني. يقويكي؟ هيقويك على ايه ولا ايه؟ على الجلد ولا الحرب؟ ولا انت مش متخيلة انا اقدر اعمل فيك ايه؟ انت تقدر تعذب الجسد لكن الروح مالكش سلطان عليها. انا اقدر اخدك بالقوة لكن انا عايزك تستسلمي برغبتك. تجري ورا وهم وعمره ما هيتحقق. طب اشربي عشان نقدر نتفاهم. موت عندي قهوة. الموت ده انت هتتمنيه لو غضبي زاد عن كده. قلت لك اشربي. مولاي نفذوا فيها حكم الامبراطور. وفقا لأوامر الملك العظيم درطاد ملك أرمينيا يتم تنفيذ حكم الإعدام على المدعوة أربسيما وعلى كل من ساعدها لعدم إطاعتهم الأوامر الملكية، وذلك في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الموافق 7 نوفمبر لعام 301. اللي عنده القدرة على الحكم عنده برضو القدرة على العفو. قلت ايه؟ العفو انا بطلبه من رب المجد عشان يقبلني في ملكوته. انا هموتك ببطء وهقطع لسانك ده اللي قال لي لا، وهقطع جسمك حتت وهرمي للطيور علشان تنهش في لحمك. انا بديلك الفرصة الاخيرة وعايز اسمع ردك. نفذ حكمك بسرعة، انا مشتاقة لحضن الرب. انا مش عايزها تموت بسرعة، انا عايزها تتألم، تتعذب، تتقطع حتت. اشكرك يا رب انك سمحتني اني اموت على اسم القدوس.
ولا هرضى اني ابيع نفسي مهما تعذب مهما تألم ربي يسوع يطيب نفسي. لا مش هضعف ولا هستسلم ولا هرضى اني ابيع نفسي مهما تعذب مهما تألم ربي يسوع يطيب نفسي. إبليس بيحاول يخدعني ويسهل لي كل خطيئة